بكلمات محمد يونس القاضي وألحان سيد درويش سنة 1923 ظهر نشيد بلادي بلادي احتفالاً بعودة زعيم الأمة سعد باشا زغلول من المنفى. ومن بعدها فضل نشيد بلادي بلادي يتغنى كده بين أطياف الشعب بدون أي صفة رسمية، عشان وقتها النشيد الوطني الرسمي كان إسلامي يا مصر. ومن بعدها بشوية كان نشيد والله زمان يا سلاحي، لحد ما جينا لسنة 1979 وقتها تم اعتماد بلادي بلادي بشكل رسمي نشيد وطني لجمهورية مصر العربية، وده كان بقرار من الرئيس السادات توزيع جديد عمله الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. من فترة كده ظهرت نسخة نادرة من نشيد بلادي بلادي لكن بتوزيع مختلف جدا للملحن جمال سلامة، توزيع حماسي كده وسريع يحسسك بحمية وباور رهيب، عكس نسخة التوزيع الهادي للموسيقار محمد عبد الوهاب واللي بتتقال عادة قبل الماتشات ولسه بنقولها لحد النهارده في طابور المدرسة. النسخة النادرة دي بقى ظهرت في أكتوبر سنة 81 واتعرضت على التلفزيون المصري لمدة 40 يوم متواصلة، وده حداد على روح بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات بعد اغتياله في حادثة المنصة. نسخة شارك فيها أوركسترا الموسيقى العسكرية وكورال الأوبرا وكورال أطفال الكونسرفاتوار. ودلوقتي بعد ما حكيت لكم القصة كلها، تحبوا تسمعوا بلادي بلادي بعد كده بتوزيع عبد الوهاب الهادي ولا توزيع جمال سلامة الحماسي؟